اليوم قررت نروح نشوف الحيوانات المفترسة حتى نفتهم شلون الناس تربي الأسود، رغم بين فترة وفترة نسمع إنه أسد أكل صاحبه. أول ما وصلنا لقينا نمر متوحش وهجم علينا من ورا القفص. الأجواء كانت مرعبة شوية بس ممتعة بنفس الوقت. وراها شفنا شبل صغير لعبنا وياه، بس أنا كنت خايف كلش، مو مثل صديقي زيدون ظل يلعب ويا الأسد بكل ثقة، عبالك دا يلعب ويا بزونة. بعدها شفنا أفعل أليكوندا، نثية وفحل شكلها يخوف، شلتها على شتافي وحسيت نفسي اختنقت. هاي الأفعى من النوادر، بيضت أكثر من 30 بيضة، وهذا الشيء ما يصير إلا بالبرية. صح هي مو سامة بس تقتل من خلال العصر، وهاي أول مرة تصير إنه تبيض بالعراق. من الافاعي العملاقه يوصل طولها تقريبا 15 متر، موطنها للاصل باكستان. هذا عاصرات مو سامات، تعتبر من النوادر لان نقلها بصوره صعبه كلش، ما ينقلن بسهوله. كل خطوره ما بيها، حتى من تعض ما بيها خطوره، لان هذا اسنانها المشط مو انياب. وراها رحنا شفنا الذيب، وكالعادة راح زيدون ولعب وياه بدون خوف، عبالك دا يلعب بلعبة اللابوبو. بعدين شفت قرد كلش نادر أمريكي، يعتبر من الحيوانات المنقرضة، اسمه باينوك، ما موجود منه بالعراق بس قطعتين، وهم زيدون لعب وياه بس هالمرة القرد عضب وجهه والله ستر. وراها شفنا الغزلان والنعامة، شكلها يجنن، لعبنا وياها شوية. وبعدين رحنا لقسم الزواحف، هاي اسمها أورغانا، من النوع المفترس، شكلها يخوف، أما شكل الضب مقزز كلش وجلده خشن، عبالك مبرد ما سكاكين. وهذه الفارة يسموها هامستر أليفة، وهذا اسمه السنجاب الطائر، يعيش بس بأوروبا، شكله لطيف بس العضة مالته سامة. أما هاي الأرجوانة الغريبة تتغير ألوانها كل ساعتين، تعطيك 6 ألوان سبحان الله. وهذا كلب أمريكي شكله غريب اسمه بوغ، قزم وصغير ما يكبر أبد. وهذا كلب البيتبول، من أخطر أنواع الكلاب بالعالم. وهذا كلب المشاهير المعروف بذكائه وطاعته العمياء لصاحبه. وآخر شي شفنا هذا الطير اسمه بزن، ألوانه تخبل، يعيش بس بين الجبال. اليوم كنا يم مملكة الياقوت لبيع الحيوانات، العنوان الأعظمية شارع المشاتل. كنت وياكم أني خالد الشهيد، بغداد.